عسلامة. الله يسلمك. مين جيتنا مزيانة؟ ما سمعتكش. يا مزيانة المرأة الجميلة نقول لها يا مزيانة. يا مزيانة منين جيتنا؟ جيتكم من المروك. مرحبا المغرب. مرحبا مرحبا بالمروك. جيت زيارة؟ زيارة. حوس ياك باهية تونس؟ حوس باهية زوينة. عجبتك البلاد؟ عجبتني باهية. يا سيدي هو موضوع باش نسألوه. باهي المرأة العربية هذه كما مثلا المرأة التونسية، المرأة الجزائرية، المرأة المغربية مثلا. المرأة العربية بصفة عامة. بصفة عامة، عامة كل بلاد وكل واحدة وخصوصياتها، ما هكا ولا؟ صح. وكل مرأة وخصوصياتها وجمالها يا سيدي المرأة المغربية هذه باش تمتاز مثلا؟ المرأة المغربية بصراحة تمتاز بالطبخ. طبخ هذاك طبخ حاجة مانيفيك. حاجة روعة. بالجمال، بالأناقة، باللبس، بالقفطان المغربي الأصيل. قفطان مغربي أصيل مش قفطان جزائري، والجزائريين فوق الراس وفوق العينين. لا حتى احنا يعني عندنا قفطان نعم، عندها خصوصية في القفطان بتاعها المغربية. كل يعني كل دولة وعندها لباسها الخصوصي. يعني في الأناقة، في الوصفات، في كل حاجة. يعني الدولة، يعني الامرأة المغربية عندها خصوصيات في اللبس، في الطبخ، في الأناقة، في المظهر، في الريحة، في كل شيء. كل شيء عندها، كل شيء مانيفي. هذه المرأة المغربية. المرأة المغربية. باهي. والحاجات الأخرى مثلا نقولوا احنا مثلا المرأة التونسية مثقفة ما شاء الله، يعني موجودة في الميادين الكل، هذه فارضة روحها. باهي احنا نحبوا هالمرأة المغربية هذه يعني تشترك مع التونسية في الخصوصيات هذه. بصفة عامة المرأة المغربية أكثر المعاني ديالها وخصوصيتها تحب، كيف نقولها لك، يعني تحب تفرغ روحها لبيتها ولولادها ولراجلها. هذا عمل أهم حاجة. تقدر تفرط في شغلها، في قرايتها، في حياتها، في أي حاجة عشان بيتها وجوزها وصغارها. تقدر تفرط في أي حاجة حتى لو كانت تخليها فوق السماء، تفرط فيهم عشان بيتها وجوزها وولادها. أي أغلبية النساء العرب بالعقلية هذه. المرأة العربية يعني دارها وزوجها وأولادها هو رقم واحد، ومن بعد تجي العمل والحاجات. باهي سيدي، تو نحب نسأل عن حاجة خاصة منتشرة عندنا نحن الشعوب العربية وعند نسانا، ما يلقوهاش مثلا عند الأوروبيين، عند الدول، عند الأجانب. هالسحر وهالشعوذة والحكاية هذه ما همش متوفرة عندهم هما، وهما فهمني دول متقدمة ويعني وعندهم كل شيء. واحنا الدول بتاعنا ما ننجو في حد شيء، لكنه فهمني كان السحر ننجو كان بالحسد وبالحد. هذا من رأيكم الناس؟ بصراحة من الرأي تاعي هو موجود السحر، موجود الحسد، موجود تلبس، يعني تلبس الجن الانس وبزاف الحاجات، حيت هادشي كله مذكور في القران. موجود، مش صحيح. الانسان اللي خرفوا او الانسان اللي قالوا، كل حاجه مذكوره في القران موجود صحيح. بس الله قال لنا يعني اللي تبع طريق الشوافات او الساحرات او الدجالين او اي حاجه مكانهم النار. صحيح. وعصيوا الله وكفروا بالله وكيتسمى شرك بالله. يعني اي شخص كيمشي في هذا الطريق اخرته جهنم. صحيح. لا في دنيا لا في اخره. هما يقولوا توا الجن وكذا ياكل معاك ويعيش معاك ويلبس البشر، ما هكا ولا؟ هكا. توا بربي انا نحب نسال، يعني بالحق نحب نسال نلقى عباد باش نسالهم. توا مسيب كريستيانو رونالدو ومسيب ميسي والبذخ والعيشه هذه الكل، وجاي يسكن في عندنا نحن ناس شعب بقريس. اعطيني مخك يا طفله. حيتاش حنا بصفه عامه الدول العربيه حنا اللي كنجذبوهم عندنا. فهمت راينا هو اللي قاعد اللي كنجبدوهم عندنا. هذا صحيح. نجبدوهم بالتخلف، بالكفر، ما نتوضاوش، ما نصليوش، ما نحصنوش ريوسنا. يا بنتي جينيفر لوبز تعرفيها؟ مشاهير ما شاء الله وزين وكذا. مسيب هذيك الجن العاشق وجاي يريد عنا نحن، تلقاها هي مسكينه بقريشه. ما فهمونا، ما نفهم. مش من هاي الناحيه. كيف قلت في الاول البيوت اسرار عارفين كيفي انا. ها انت كتشوفني لابسه ومقاده وكل شيء، كتشوفني في الدار كيف كنكون. واش كنكون هكا مقاده او لا؟
زي المشاهير في الشارع يكونوا مانيفيك، يكونوا حلوين، يكونوا ما عرفتش يكونوا مقادين وكل شيء، ولكن في بيوتهم ما كتشوفهمش، ما عارفه واش شايه حاسدينها، واش لابس هاجن، واش حاجه الله اعلم. حيتاش كيف كنقولوا البيوت اسرار، كل واحد ما عارفش الاسرار تاع البيوت تاع الناس. ما هو احنا زاد نجيبوا الطاقات الباهيه الايجابيه، ايجابيه. واذا كان عندي مثلا حاجه عكسيات في حاجه، علاش نحطوه في الحسد وبكذا؟ باكشي فعلي هو اللي لازني كيكه، فهمتها؟ حيتاش بصفه عامه، وسامحوني الدول العربيه وسامحوني الناس كلهم على هذه الجمله اللي عنقول، حنايا بصفه عامه المسلمين متخلفين عقليا ودينيا، متخلفين عقليا ودينيا. الاكثريه ما يامنوش بالله، الأكثرية مسلمين ولكن ما كيعرفوش الإسلام، هما دينهم الإسلام ولكن ما كيعرفوش الإسلام، ما يعرفوا يتوضوا، ما يعرفوا يصلوا، ما يعرفوش يقراو حتى سورة الحمد وما يعرفوهاش. يعني احنا اللي كنجيبوهم، مش هما اللي كيجيو عندنا. هو صحيح اللي تحكي بيه راهو صحيح. المشكلة راهي في أنفسنا نحن. في أنفسنا احنا توا أنت بربي مثلا خذيتي سيارة، ماك خدمتي على روحك وتعبتي وعملتي فلوس، فهمت؟ خذيتي سياره من حقك باش تستمتعي بها. المشكله في انا الطرف الاخر نحسدك، قلت لي هذا حراج، قلت الحسد عندنا نحن. احنا الحسد والبغض وكذا، وقت لي شنو المشكله؟ تفرح لي ونفرح لك، فهمت؟ ما فيها تأدب. ولا مثلا تبدا بنيه مزيانه مثلا ما شاء الله، بنيه مزيانه ومتخلقه، علاش تكركبوا لها حياتها وتحزوها وتسحروها وتوصلوها للمراحل هذيك، فهمت؟ مراحل الانتحار. تعرفوا لي هذا راهو كله حرام. فهمت يا ولدي؟ هو ربي اعطاها شويه جمال، شو جمال واعطاها ربي، علاش انت فهمني تحسد وكذا؟ فهمت؟ هذا اللي حبت نوصل شعوبنا نحن نمر واحد في الحكايه هذه. كيف قلت لك حنايا بصفه عامه احنا فينا الجهل، احنا اميين، مش اميين في القرايه. جهل مش اميه، جهل اسمها جهل او لا اميه. الاميه كتسمى الاكثريه كيقولوا لا حيت هذاك ما قاريش او لا شي حاجه، اما لا، الأمية ما بقاتش في القراية أو لا في المستوى الدراسي، الأمية بقات هنا وبقات هنا. باين لله هو السؤال تو خاتي كل شيء، هل عينينا ذوما يعني طبيعيين ولا فمك يعملوا في اللونتيات تو الوحدة؟ لا دي لونتي، لا هما مواتينك وما شاء الله عليكم مزيانة. هل جمال هذا يلقاش شكون يقدروا هكا ولا شيء مازال؟ هذا الجمال بصراحة كل شيء كيطمع فيه. أنكم بالحلال كاين اللي يقدره. أول شخص اللي يحب تقدم في الحلال هكا ويحب يعمل معك أسرة أول وحدين هما والديا اللي مقدريني أنا، مش مقدرين جمالي. أول حاجة بنت ياسمين خلينا في الوالدين. توا مول بنية أخي بتصيرها باش تتزوج وتاخذ راجل وتعمل أسرة، يعني عائلتها اللي كنت تحكي عليها هذيك نمر واحد عندنا في المغرب وهكا ولا؟ هي نحكوا بك هذيك هي بتاع نمر واحد. فما شكون حبك نمر واحد؟ فما واحد شافني يعني بأسوأ حالاتي، شافني من غير ميك اب، شافني شعري مشعكك، شافني في أسوأ الحالات، يعني نخرج للشارع وشي حد يشوفني في ديك الحالات واحد ما يحبني، وهو حبني في أسوأ حالاتي قبل ما نكون في أحسن حالاتي، وتكلمت على هذا الشخص وكنقدرو بزاف. هكا اي والقلب كيحب راهو يحب سوى فقير سوى غني، ما عندوش ما يميزش. لا ما يميزش لا بين غني لا بين فقير، خصوصا نحن النساء حساسات وعاطفيات، نمشوا بالعاطفه اكثر. لا ورومانسيه المراه وحساسه بالطبيعه. عاطفيه. الاحاسيس الرجال فيكم انتم، ملايين نحن يلزمنا نكونوا هم المراه هذيك هي رمز العاطفه ورمز الحنان، اي من حقه. هو بصفة عامة كنقولوا الراجل كيمشي بالعقل ديالو، حنا يا بنتي حتى العقل ولا يكسبوا الراجل، يا حتى انت يا حسن هذاك قبل هذا راجل تاع عقل تو التلفزيون الصبه النوعيه اللي قاعده تهبط الجديد هذه في الرجال راهما غير عقل ثاني. صح. الأكثرية حاليا ولاو عاد الكورة، مابقاوش رجال. لكنه فما مازال ثم الرجال، فما قليل، فما اولاد الاصول، وكيما فما زاد بنات الاصول، فما بنات الاصول. ما نقول بصفة عامة ما نقولش انا غير الرجال اللي ما بقاوش رجال، حتى النساء كاينين بنات الناس وكاينين بنات الحرام. والمشكله في العقليه بتاع بنات الحرام هذوك هما اللي لوثوا غطوا على بنت هما اللي غطوا على بنت الاصول. تلقى واحده باهيه ما شاء الله من عائله محافظه وهي بيدها متخلقه وتعرف الطيب وتعتني بدارهم،
وتلقاها بايره ما يطلبوهاش للزواج. بايرة بصح. وحده عملتهم الكل تلقاها الرق مطلوب. بصح اكثريه كيدقوا باب. علاش قلت لك انا الرجال راهي الصبه اللي هابطه جديده ما يخدموش دير عقل. عقلهم. صحيح. حسيلو بنتي نشكروك على الحوار معاك ونتمنى لك التوفيق. امين. وتمتعي لك في بلادك تونس، تمتعي بالجمال وانت جميله ما شاء الله عليك. شكرا. وش نقول لك ان شاء الله يديك المراتب العليا. عايش بنتي عايش.